عند صلاح سليمان مع الكرة، صلاح يعدي كويس، صلاح سليمان مع الكرة، صلاح يلعب البينية حلوة عند جعفر، ياخدها المرة دي. يا سلام يا سلام، أخيرا يا عمر يا جابر جبت جول وأنا اللي بعلق عليه. عمر جابر أخيرا بقى هدف ليه في الدوري المصري. عمر جابر بيسجل الأول لنادي الزمالك، وعمر جابر النهارده بقى ليلته عيد، بيسجل الأول لنادي الزمالك في الدقيقة 28. عمر جابر بيسجل هدف في عيد ميلاده، كان من 4 أيام، والنهارده بقى هي دي هدية عيد ميلاده. مين اللي اديها له بقى؟ محمد إبراهيم. الاتنين يعني بينهم قصة أخوة وقصة ود ومحبة، الاتنين مع بعض في كل حاجة، ومحمد إبراهيم اديها لعمر جابر، والمرة دي بقى في الوقت الوحيد اللي بيجيب فيه دفاع الاتحاد عمر جابر أخيرا بيسجل هدف لنادي الزمالك. عمر جابر بيسجل أول أهدافه في الدوري المصري مع نادي الزمالك. أهو عمر جابر، برافو يا ولد، ركنها كويس، راح في وضعية انفراد والتمريرة كانت ممتازة. 2013 وهنا محاولة، وهنا محمد إبراهيم بيعدي، يا ولد برافو على المرور محمد إبراهيم. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، والتاني محمد إبراهيم بيعمل إيه؟ محمد إبراهيم عمل كل حاجة، حط البينية لجعفر، ودفاع الاتحاد السكندري ارتبك، خبطوا في بعض بقى الهدف الثاني، لكن محمد إبراهيم بالتخصص بيصنع هدفه الثاني لنادي الزمالك عند أحمد جعفر. ومين بقى اللي سجل الهدف؟ مش أحمد جعفر اللي سجله. هنا البينية يا ولد، خدها كويس جدا جعفر، وبص بقى المرور يا ولد لعبها، وهنا بقى خبطت السيد فريد وبوبو. هدف مشترك وخطأ مشترك ما بين السيد فريد وبوبو، وبرافو جعفر اللي كان عدى ولعبها، وهنا بقى السيد فريد حاول يطلعها، خبطت في بوبو ودخلت. يبقى الهدف الثاني لنادي الزمالك، 2 الزمالك لا شيء الاتحاد. ويا ولد يا محمد يا ابراهيم، صنع الاول بذكاء لعمر جابر، والثاني لاحمد جعفر، لولا عدم التفاهم